في يوم من الايام كان في واحده اتصلت على شيخ على الهوا، وكانت بتساله وبتقول له ان بقالها اكتر من 15 سنه عايشه في هنا وسعاده، وشغلها كبر جدا وبقى عندها اشهر محلات في البلد، وطول المده دي ما حصلهاش اي ابتلاء نهائي، لدرجه انها لما كانت حامل وجي ميعاد الولاده بتقول انها ما حستش باي الم ولا حتى بشكه ابر، وحياتها ماشيه زي الفل. فاول حاجه الشيخ سالها عليها قال لها انت ايه الذنب اللي انت عملتيه من 15 سنه؟ فردت الست وهي كلها توتر وخوف، وقالت له ان حماتها كانت ست كفيفه، فكانت معديه من قدامها في مره قامت ماده رجليها وكعبلتها ووقعت على دماغها وماتت. تخيلوا يا جماعه عملت ذنب كبير زي ده وحياتها ماشيه كده، وعشان ربنا غضبان عليها بيديها من خيره ونعمه في الدنيا عشان يزيد عقابه ليها في الاخره. والعبره من القصه دي ان ربنا اذا احب عبدا ابتلاه. انت متخيل ان ابتلاء ربنا ليك نعمه عظيمه جدا، وممكن يكون بيخفف بيها ذنوبك وعذابك في الاخر. يعني معنى كده انك لما تتعب شويه ولا يحصل لك حاجه المفروض انك تكون مبسوط وراضي، لان ربنا هيخفف عنك ذنوبك في الدنيا ويرحمك كمان من عذاب الاخره. وخليك واثق في ربنا واحسن الظن بيه، واعرف ان ربنا سبحانه وتعالى كبير ورحيم. وما تنساش بقى تصلي على النبي.